قصة الشطرنج. هل تعلم أن لعبة الشطرنج التي نعرفها اليوم تحمل في طياتها قصة تاريخية مثيرة؟ يقال إن أصلها يعود إلى الهند القديمة، حيث كانت تعرف باسم شاتورانجا، وهي كلمة سنسكريتية تعني الأقسام الأربعة للجيش. كانت هذه الأقسام هي الفيلة والخيول والعربات والمشاة، والتي أصبحت لاحقاً رموزاً للقطع التي نستخدمها. تحكى أسطورة عن ملك هندي قديم أراد أن يكافئ الرجل الحكيم الذي اخترع هذه اللعبة العبقرية. عندما سأله الملك: ماذا تريد مكافأة على هذا الاختراع الرائع؟ أجابه الحكيم بتواضع: أريد فقط بعض حبات القمح. ضع حبة واحدة في المربع الأول من رقعة الشطرنج، ثم حبتين في المربع الثاني، ثم 4 حبات في الثالث، وهكذا ضاعف العدد في كل مربع حتى تملأ الرقعة بالكامل. ظن الملك أن هذا طلب بسيط وتافه، وأمر خدمه بتلبية رغبة الحكيم على الفور. لكنه سرعان ما اكتشف أن الأمر ليس بهذه السهولة. بدأوا بوضع الحبوب في المربعات الأولى، ولكن مع كل مربع جديد كان العدد يتضاعف بشكل هائل. عندما وصلوا إلى المربع الأخير 64 وجدوا أن العدد المطلوب من حبات القمح يفوق كل ما يملكه الملك في خزائنه، بل ويفوق كل محاصيل العالم. كان العدد الضخم لدرجة أنه يصعب على العقل استيعابه، وهو ما يعرف بالمتوالية الهندسية. في النهاية أدرك الملك أن تواضع الحكيم كان يخفي عبقرية رياضية عظيمة، وأن طلبه البسيط كان في الواقع درساً بليغاً في قوة الأعداد. وهكذا لم يستطع الملك الوفاء بوعده، وأظهرت القصة أن الحكمة لا تقتصر على الذكاء في اللعب فقط، بل تمتد لتشمل فهم قوانين الكون والرياضيات. هذه مجرد قصة واحدة من مئات القصص التي يحملها التاريخ. ما هي الحقبة التاريخية التي تثير فضولك أكثر؟